بدأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فتح ملف الصفقات لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع لجنة التعاقدات التي يترأسها أمير توفيق. وطالب السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي التعاقد مع عدد من الأسماء القوية في الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز بعض المراكز داخل أسوار القلعة الحمراء لمواصلة المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية. وحدد المدرب السويسري مركز المدافع والظهير الأيسر والجناح الأيسر أيضا، من أجل التعاقد مع لاعبين يجيدون اللعب في هذه المراكز، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في نسخته الحديثة لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً. وكلف الخطيب مدير التعاقدات أمير توفيق بالتحرك للتعاقد مع عدد من الأسماء المحلية التي وافق عليها السويسري مارسيل كولر لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الصيف، ويأتي على رأسهم إياد العسقلاني وأسامة جلال ومحمد حمدي وعودة محمود حسن تريزيجيه.